اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو كنت فيه معاكم. النهارده كده جايه في فيديو جديد للمشتريات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده معاكي في كل بيت. طبعا عايزاكي يا امرايه ما تنسينيش باللايك، ولو انت اول مره تشوفيني نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. واول حاجه كده من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده معاكي في البيت اللي هي الرز. طبعا الرز من الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده معاكي يوميا، وما نقدرش ابدا ان احنا نستغنى عنه، لازم يكون موجود معانا في خزين الشهر وخزين البيت، لانه طبعا من الاساسيات. البيوت اللي بيبقى فيها اطفال فلازم يوميا بتكوني عامله على الاقل ربع كيلو رز. انا عايزه اقول لكم ان انا هنا جايبه شكاره 10 كيلو، بس بصراحه وللامانه ال10 كيلو دي ما تكفينيش اصلا في الشهر، لان انا ما بقدرش اعمل اقل من كيلو رز في اليوم. وبرغم ان الرز ده من الخزين السنوي اللي انا بجيبه كده كل سنة، وبالفعل انا في شهر 8 2023 جايبة 150 كيلو رز. احنا في شهر 6 24 يعني تقريبا 10 شهور، يعني تقريبا انا استعمالي في الشهر بيكون بمعدل 15 كيلو، هو ده اللي بيكفيني. فسعر شكارة الرز دي بقى كده عشان ما نرغيش في الموضوع ده كتير، تقريبا بتبتدي معاكي من 250 وانت طالعه، لان بالامانه انا ما اشتريتهاش، دي اخويا بعتها لي مع شكاره تانية 10 كيلو زيها. فانا مش هعرف سعر شكاره الرز دي بالظبط ايه واقولها لك، بس انا شفتها في الاسواق الرز بيبتدي ال10 كيلو من 250 جنيه. تعالوا بقى لتاني حاجة وانا بحبها قوي تكون موجودة معايا في البيت، المكرونة. انا يا جماعة من عشاق المكرونة، انا شخصيا بحب المكرونة ولازم تبقى موجودة عندي في البيت. واحسن نوع مكرونة بحبه المكرونة اللي هي الفرن، اللي هي القلم. كنت بصراحة عايزة اجيب شكارة ميني فرن بس مش لقيت، فجبت بقى اللي هي الفرن العادية، وانا متعودة اجيبها بصراحة. ونوع النهار ده جميل جدا، انا معتادة ان انا اجيبه، مش اول مرة اجيبه وبحب اجيبه جدا. المهم ان انا مش مشكله منها ليه، لان احنا مش بنحب الاسباجيتي قوي، انا مش بميل للمكرونه الاسباجيتي قوي. والمكرونه اللي هي المرمريه الصغيره بجيب منها كيسين 3، لان ممكن اعمل منها مثلا عشوه سريعه والكلام من دوت. فشكاره المكرونه اللي هي الاقلام دي او اي شكاره مكرونه اللي هي النهار ب190 جنيه، وكان في شكاره تاني قصادي اللي هي جنى في مكان تاني كانت ب195 جنيه. تالت حاجة بقى جبتها معايا من الأساسيات اللي أنا بحبها الشعرية. طبعا أنا بعشق الرز أبو شعرية جدا، والشعرية لا غنى عنها. عايزة أقول لكم الشعرية والمكرونة دول مش لاستعمال شهر واحد، دول هيكفوا معايا شهرين وشوية. فأنا بجيب حاجة توفر معايا الشهر ده، مثلا ما جيبهاش في خزين الشهر الجاي بحيث إنها تكون وفرت معايا. فشكارة الشعرية زيها زي شكارة المكرونة برضو ب190 جنيه، دي 10 كيلو ودي 10 كيلو. لقيت بقى ازازة الزيت اللي هي سمرات دي، لقيت معمول عليها عرض ان اللتر ب50 جنيه. طبعا احنا عارفين ان الزيت ب62 وب65 وعلى حسب نوعه والكلام من ده. فانا لقيت دي قدامي الازازة ب50 جنيه، فجبت منها 4 ازاز لان ما كانش عندي زيت خالص. جبت ازازة الخل، وطبعا بيكون من اساسيات البيت اللي يكون موجودة معاكي. كنت عايزة اجيب ازازتين بس استكفيت بازازة دلوقتي امشي بيها نفسي عشان خاطر اظبط اموري. ازازة الخل ب15 جنيه، يبقى الزيت ب50 وازازة الخل ب15. الشعرية والمكرونة ب190. الرز للامانة مش هعرف اقول لكم هو بكام. كيس الملح دوت ب3 جنيه، كان باقي فلوس، فالمهم ان انا خدت كيس ملح بيها وجبته معايا، لان الملح طبعا موجود معانا من الاساسيات، والكميات دي بتوفر معايا كتير. الرز هو اللي مش هيكمل معايا ل يعني لاخر الشهر، هو اللي ممكن اكمل عليه، انما المكرونه والشعريه اللهم بارك هيكملوا معايا، ممكن يخشوا في 3 شهور زي ما بقول لكم، هيفرقوا معايا كتير وعلى حسب استعمالي. اللهم صل على النبي. دي شويه الحاجات اللي انا جبتها كده. وبدأت بقى اجيب المنظفات. انا كنت نازله اجيب اساسيات مش كماليات، فحاجات كده قدامي اللي شفتها مش موجوده عندي بدأت ان انا اجيبها، انما خزين الشهر الاصلي اللي انا هشوف طبعا اللي انا محتاجاه بزياده ده هنزل اجيبه في وقت تاني. انا جبت هنا كيس باهي اللي هو الكيلو ونص، جبته ب60 جنيه. كان في الكيلو ونص بتاع اوكسي ب80 جنيه، فقلت باهي انا جربته مره واتنين، هو مش روعه قوي 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 زي الاوكسي او قريب منه، بس برضو بيرغي وحلو برضو اللهم بارك. فجبت الكيس معايا ب60 جنيه، وهو يعني 99% قريب للاوكسي، يعني حاجة بسيطة كده، ايه اللي تحس ان هو لازم تغسلي الحاجة مرة واتنين عشان البقعة تطلع منها.
دش بقى وصابونه دش، لان احنا طبعا عاملين مقاطعات، فجبت الصابونه الصغننه الجميله دي ب6 جنيه. هي تقريبا 65 جرام حاجه زي كده، هي صغيره خالص بس هي برضو حلوه عجبتني، عشان خاطر الصابونه الكبيره الولاد بيرموها في الميه وبيبهدلوها شمال ويمين، فدي بتبقى على قد ايدك، استعمال 3 4 ايام اسبوع يوم ما تكتر معاكي، وبتنفع معانا وريحتها حلوه بصراحه عجبنا. فدش مش مقاطعه وجميله معانا. جبت الصابونه ب6 جنيه. الاسبونشات دي انا اول مره اجيبها واول مره اشوفها بصراحه. انا متعوده بقالي فتره بجيب اللي هو الايس بونش. هي بصراحه الايس بونش جميله، دي بقى ناعمه قوي 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 ورقيقه كده. الاربعه دول ب35 جنيه. فانا شفتهم عرض كده قدامي، قلت اجيبهم واجربهم واشوف هم فعلا حلوين، نجيب منهم تاني ولا لا نرجع تاني كما كنا ايس بونش. بس حتى هم لو فضلوا موجودين عندي برضو هجيب الايس بونش، لان الايس بونش فيها زي ستانلس كده فبتنضف معاكي شويه. الفينش بقى واقراص غسالة الاطباق اللي بقالي كتير مش عارفة اجيبه بصراحة، وكنت متعطلة وكنت مفكرة ان فينش دي مقاطعة، لقيتها مش مقاطعة خالص. بس طبعا احنا عارفين ان هي براند وسعرها ما شاء الله ضارب في العلالي. ال45 قرص دول لقيتهم عرض ب370 جنيه، عرض ب370 جنيه. فطبعا اضطريت اجيبهم بصراحة، لان بقالي كتير قوي مش بشغل الغسالة وخايفة عليها من الركنة ان هي تصدي او يجرى لها حاجة. فقلت كل فترة كده، هي يعني الاكياس دي هتقعد مثلا معانا شهرين 3، قلت كل مثلا يومين 3 كل اسبوع اشغل دورة او حاجة في الغسالة معانا، عشان ما تبص حرام الاجهزة غالية، واحنا عارفين طبعا تمن الاجهزة عامل ازاي. المفارش دي طبعا لما جربتها عجبتني جدا، وانا عندي لسه الرول اللي انا لسه جايباه، بس قلت ده جه قدامي كده 35 مفرش تقريبا ب35 جنيه. ايوه يا بنات ب35 جنيه. انا قمت جبت الريسيت عشان اشوف فيه، لان هم حاجات بسيطه بس يعني ما حفظتش اسعارهم كويس. المفارش اللي هي بتاعه السفره دي 35 مفرش ب35 جنيه. برضو اكياس الكمامه بتاعه سيلا ديت، طبعا هي ما شاء الله عليها ماركه سيلا كويسه، هي كيلو. فجبت اللي هو الكبير اللي هو 90 في 120، جبته ب75 جنيه. انا لسه عندي بقية اكياس موجودة، بس قلت ايه ما بلاقيش الرول دوت الا في المكان اللي بنزل فيه ده فجبته. مناديل المطبخ بقى، وانا ما اقدرش استغنى عن مناديل المطبخ، بحبها جدا 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 في المطبخ ولازم تبقى موجودة معايا. هي مش رفاهيات خالص والله يا بنات، بتفرق معاكي كتير قوي. فالمهم ان انا اول مرة اجيب زينة اللي هو الرول الكبير اللي هو 2 اكس لارج دوت. فناس كتير لقيتها بتشكر فيه. انا في الطبيعي بجيب اللي هو فاميلي، وفاميلي بصراحة برضو حلو. فاميلي اللي هو لونه اخضر، مش الكيس بتاعه لونه ازرق. اللهم بارك، تقيل وبيمتص كتير وما شاء الله عليه حلو. فاللي هو رول زينة دوت ب90 جنيه. عايزه اقول لكم شويه مش شرايط قد ايه، بس الواحد ما شاء الله دفع فيهم مبلغ، يعني ربنا يعيننا ويبارك، اللهم امين. عايزه بقى اراجع معاكم على الاسعار كده، لان عارفه ان في ناس مخصوص بتخش عشان تعرف الاسعار وتقارن الاسعار عندها عامله ازاي، وتشوف ايه اللي افضل ليها وتجيبه، وتبقى عارفه هي تمشي ميزانيه بيتها ازاي. طبعا احنا عرفنا ان الزيت اللي هو ثمرات ده كده معانا اللتر صافي ب50 جنيه، وازازه الخل ب15 جنيه. اللي هو الباهي معانا ب60 جنيه الكيلو ونص. وكيس الملح اللي هو الصغير ده ب3 جنيه. انما الاسبونشات معانا الاربعة ب35 جنيه. تعالوا بقى طالما روحنا ناحية المكرونة والرز والشعرية، زي ما قلت لكم ان المكرونة والشعرية اللي هم ماركة النهار الاتنين 10 كيلو زيهم زي بعض ب180 جنيه الشكارة الواحدة. والرز ب250 جنيه بيبتدي، انا معرفش اللي معايا دي بكام بصراحة، وفي اعلى من كده على حسب النوع اللي هتجيبيه. نرجع تاني هنا للمفارش ال35 مفرش ب35 جنيه، اللي هي الكيلو الكياس الزبالة بتاعت سيليا ب 75 جنيه، والفينش طبعا ب370 جنيه. والصابونة الدش دي الواحدة ب6 جنيه. وبرضو اللهم بارك، يعني ايه حاجات انا محتاجاها، وبإذن الله هنكمل مشترياتنا في وقت تاني. حاجات بقى كنت محتاجاها ضروري جدا 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 واتصدمت في سعرها، اللي هي الكوبايات. طبعا انا بجيب الكوبايات اللي هي من النوع دوت، وما شاء الله بتعجبني، والميه بتاعتها حلوه قوي قوي، وازازها نقي كده وجميله جدا. بس سعرها طلع في العلالي قوي قوي قوي. انا كنت زمان افتكر بجيب منهم الستة ب75 جنيه، بقوم ب85 95 120 175. حاليا انا جايبه الستة دول ب230 جنيه.
طبعا احنا عارفين الاسعار بتطلع ازاي. انا عارفه ان انا عندي اولاد وبيكسروا كتير، بس انا عايزه اقول لكم لما بجيب الكوبايات الرخيصه مجرد ما بصب فيها الكوبايه بالطق ما بتكملش معايا شهر، فبضطر كل شهر في ميزانيه كل شهر ابقى عامله حسابي للكوبايات. فانا بجيب النوع ده بيعيش معايا شويه. فجبت كده ال 12 ب 460 جنيه، يعني الستة ب 230 جنيه. الكوبايه دي كده فيها كيرف شويه. انا بحب الكوبايات الساده جدا، ما بحبش اللي فيها شغل خالص ولا حتى شغل يكون ساده. انا بحبها اللي تكون ممسوحه خالص، دي كده بتعجبني اكتر وبحس كده بحلاوتها وبقيمتها بصراحه. فانا بيعجبني شغل الكوبايات الساده ده كده خالص. فجبت معايا ال 12 دول ب 460 جنيه. انا عارفه يا جماعه ان هم غاليين على بيت فيه اولاد، بس انا زي ما قلت لكم بجيب التانيين بيتكسروا معايا. شويه الطلبات اللي جبناهم دول ربنا يعيننا ويقوينا عليهم الحمد لله، بس لازم يكونوا موجودين معايا. طبعا الكوبايات مش هتبقى من الاساسيات اللي هتبقى موجوده معاكي، بس على حسب انت واولادك بقى، ربنا يعينك عليهم. معلش بقى يا امارات، عماله افصل التسجيل عشان الاصوات اللي حواليا عماله تظهر كل شويه كده عشان ما اضايقكوش بيها. بس انا كده اكون خلصت روتيني وخلصت الفيديو. يا رب اكون افدتكم بالاسعار، ويكون اللي عايز يعرف سعر حاجه ان شاء الله يكون عارفها. وباذن الله اشوفكم في روتين مشتريات جديد، ومع السلامه.